السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده ناكل اكلة بسيطة وخفيفة ومش هتكلفنا كتير، وهنعمل من النص كيلو لحمة دوت كيلو لحمة بحاله. بس سمي بسم الله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالي هاتي نص كيلو لحمة كده وحطي له يعني مقدار نص معلقه ملح، رشه كمون، رشه بهارات، رشه كزبره، ماشي، رشه فلفل اسمر. خلينا كده ايه بالتوابل مع بعض، وهنعمل حاجات بسيطه جدا. ودي معلقه من البابريكا، انا بحط كده، عارفه المقادير اللي انا بحطها ايه، انت ممكن تحطي المقدار بالمعلقه عشان تبقي عارفاه. تمام كده. ورشه من جوز الطيب، ماشي، بشره كده صغيره، هتديها طعم وريحه جميله جدا جدا جدا. طب انت هتعملي لنا ايه يا منى النهارده؟ هنعمل حواوشي. حواوشي يا بنات من احلى الاكلات اللي انت ممكن تاكليها، وبعدين بقى غالي قوي قوي بره. الرغيف بسم الله ما شاء الله صغير كده لقمه، وما بيعملش اي حاجه. تمام كده حبايبي. المهم قطعت شويه فلفل رومي على شويه فلفل حار، على يعني زي ما انت شايفه كده بصلتين كبار، ورحت زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي ضرباهم في قلب بعض زي ما انت شايفه. الله اكبر. النص كيلو عمل معانا كيلو لحمه اهو. حلو ولا وحش؟ قلبتهم تقليبه حلوه. طب ليه مش بتفرمي الفلفل كده مع البصل في الكبه؟ لا، هقول لك ليه حبيبه قلبي. انت ممكن تفرميه كل حاجه، لكن لو فاضت منك لحمه متبله بالطريقه ديت وفيها الفلفل مفروم، لما تتحط في الفريزر وتيجي تفكيها هتلاقيها عامله ميه. تمام كده. اذا لما تقطعيه وحطيتيها في الفريزر مش هتعمل ميه، لما معاكي ميه لما تفكيها، فكده افضل بكتير. ولما يستوي الفلفل ده مش هيبان على فكره، هيبقى حاجات يعني حاجه كده بسيطه جدا كانك فرمه، يعني هي فما فيهاش اي مشكله. بل بالعكس احنا حافظنا على اللحمه لو فاضت معانا. تعالي هاتي هنا كتله كبيره كده، احنا فتحنا العيش اهو من الجنب، ماشي، وهاتي كتله كبيره كده، واحنا جايبين ما شاء الله الله اكبر الرغيف بسم الله ما شاء الله، يعني تقطع نصين، رغيفين ثلاثه حسب عددك، لو قطعتيهم نصين هيشبعوكي يعني. بسم الله ما شاء الله الله اكبر يا جماعه. فيعني انا عايزه اقول لكم ان يعني احنا بنعمل اكل توفير. انا شايفه ان رغيف الحواوشي بره بقى ب 55 جنيه. ليه يعني؟ لما انا اجيب رغيف حواوشي وانت عندك 3 4 عيال 5 6 الله اكبر عليهم، فعندك حد وعايزه تعملي حواوشي، فالموضوع هيبقى مكلف جدا بالنسبه لك لو حبيتي ان انت تجيبيه من بره. فعلى ما نعمله احنا في البيت هنا ونظبطه. ويلا بقى يا بنات شجعوا الصفحه بتاعتكم كده، وادونا لايك وادونا شير كده، وشيروا الفيديو دوت، علشان لو في بنانيت لسه صغيره لسه في مقتبل العمر، لسه يعني داخله ان هي يعني يا دوبك لسه عروسه جديده وعايزه تعمل اكله خفيفه واكله لذيذه كده زي كده، فهتبقى الموضوع سهل بالنسبه لها. انت كده بتعمليها كمساعده يعني كثواب ليها، حاجه كويسه جدا كانك علمتيها كمان في بيتك. انت لما تشيري فيديو زي دوت وحد مش بيعرف يعمل حاجه سواء ده او ده، في ناس كتير يا جماعه مش غيتها المطبخ عشان تبقوا عارفين يعني، فما بتبقاش عندها فكره ان ازاي ان انا ممكن اعمل حاجه بسيطه زي كده وما تاخدش معايا وقت وما تكلفنيش كتير. فيعني احنا حاجه كده زي مساعده، اعمليها كمساعده، اعمليها كانك خرجتيها لله، فاهماني؟ ان انت تعملي تشيري لبنانيت صغيره حاجه زي كده، يعني ان هم يعرفوا ازاي يطبخوا وازاي يتعلموا حاجه زي كده. تمام كده حبايبي. المهم هناخد بقى زي ما انت شايفه كده حطينا اللحمه في العيش ودهناها زيت وحطيناها في الفرن. بص بسم الله ما شاء الله طالعه عامله ازاي، جميله مقرمشه بقى. لا مش عايزه اقول لك بقى على القرمشه بتاعت العيش بتاعتها، واللحمه طعمها تحفه 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 والله يا بنات، عسل بجد يعني. حاجه كده اكل بيتي جميل جدا جدا جدا، الله اكبر عليه. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. والحاجه لما بتتعمل في البيت بتعمليها بايدك، انت ضامنه نظافه ايدك وضامنه نظافه حاجتك، وبسم الله ما شاء الله مش هتكلفك زي ما هتشتريها من بره. فليه احنا ليه يعني ما نساعدش نفسنا في الايام اللي احنا فيها ديت ونعمل كل حاجه في بيتنا بمنتهى السهوله كده. بص بقى الطبق الجميل اللي انا عملته معاها ده، طبق الطماطم وعليه فلفل حار. ده طماطم يا جماعه ما فيهوش اي حاجه، كمون ملح ليمون، وحطيت عليه شرايح كده من الفلفل الحار زي ما انت شايفه كده تسند جنبها. عندك بقى مخلل حبها بالكاتشب، انا بصراحه ولا بحبها بالكاتشب ولا بمايونيز ولا طحين، انا بحب اكلها كده. اللي حابب بقى ممكن يطلع هو اي حاجه من الثلاجه. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.